ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن حاجات غريبة جدا بيعملها الناس في ثقافات مختلفة حوالين العالم. حاجات ممكن تحس انها مش حقيقية او غريبة لدرجة انك مش هتصدقها، من الطقوس المرتبطة بالموت لحد مهرجانات بتحصل في بلاد بعيدة واللي ممكن لو شفتها بنفسك هتقول ده مش معقول. تعالوا معايا عشان نغوص في اغرب 4 طقوس هتخلي دماغك تتلخبط. خليكم معايا عشان تكتشفوا معايا ازاي الشعوب دي بتشوف الحياة والموت بشكل مختلف جدا، وفي النهاية هنسألكم عن رأيكم في الطقوس دي. الطقس الأول هو طقس الدفن السماوي. في التبت الموت ليه شكل مختلف تماما. هناك في طقس غريب جدا اسمه الدفن السماوي. لما يموت شخص في التبت مش زي ما احنا عارفين الجثة ما بتدفنش في الأرض، لأ، ده بيحطوها على قمة جبل عشان النسور والحيوانات المفترسة تلتهمها. فكرة الطقس ده مش عشان انه مخيف، لأ، لكن عشان في التبت بيعتبروا ان الجسد مجرد وعاء، ومجرد ما الروح بتغادر الجسم لازم يرجع للطبيعة. الطقس ده ليه معنى عميق بالنسبة ليهم، فهو تكريم للطبيعة والروح. بيشوفوا ان الروح هي اللي بتنتقل للسماء عن طريق النسور، والجسد لازم يكون جزء من البيئة. احنا ممكن نشوف ده غريب جدا، لكن ده جزء من تقاليدهم القديمة. ولو انت عايز تعرف اكتر عن الفلسفة ورا الطقس ده هتلاقي ان فيه معتقدات كتيرة بتؤمن بيه. تاني طقس هو القفز فوق الأطفال. دلوقتي تعالوا نروح لأسبانيا. في مدينة اسمها إيجويتا بيحصل مهرجان غريب جدا اسمه الكولاتشو، وفي حاجة تانية هتخلي عقلك يتلخبط. في المهرجان ده بيقفزوا الناس فوق الأطفال الرضع. الفكرة هنا انهم بيعتقدوا ان القفز فوق الأطفال بيطهرهم من الأرواح الشريرة. المهرجان ده موجود من أكتر من 400 سنة، ورغم انه ممكن يكون مرعب جدا لينا إلا أنهم في أسبانيا شايفينه تقليد قديم لازم يستمر. بيشوفوا أنه بيجلب الحظ السعيد ويحمي الأطفال من الأذى. الطقس ده فيه نوع من الإيمان العميق، والناس بيشوفوا أنهم بيقوموا بحماية الأطفال بطريقة تقليدية. أكيد ده بيخلينا نسأل، لو كنا في مكانهم هل كنا هنوافق على الطقس ده؟ الطقس الثالث هو من مدغشقر، وده طقس مشهور جدا اسمه فاماديهانا، أو زي ما بنسميه رقصة الموتى. اللي بيحصل في الطقس ده العائلات في مدغشقر بتطلع جثث أقاربهم من قبورهم ويغيروا أكفانهم. في بعض الأحيان بيبدأوا يرقصوا مع الجثث. لو فكرت في الموضوع ده أكيد هتتخيل إنه حاجة غريبة جدا، لكن ده بيكون نوع من الاحتفال بالحياة. في مدغشقر بيشوفوا إن الروح مش هتكمل رحلتها لحد ما تتذكر بشكل جيد، وده جزء من معتقداتهم الروحية. ده مش طقس بيتم في لحظات حزن، بل بيعتبروا الناس احتفال بالحياة والذكريات. كمان الطقس ده بيشمل موسيقى حية ورقص، فده بيخلي كل شيء يبدأ كأنه مهرجان. لو شفت الطقس ده بعينك هتحس بكأنك في حالة من الزمن المتوقف، لكن في نفس الوقت هيكون لك إحساس قوي بالاتصال بالموتى. أما في جانا فهنشوف طقس غريب ومميز جدا. في مهرجان التابوت، العائلات في جانا بتصمم تابوتات فريدة جدا لأقاربهم المتوفيين، والتابوتات دي مش زي التوابيت التقليدية اللي احنا بنشوفها، لأ، دي بتكون بأشكال غريبة. يعني ممكن تكون على شكل سمكة، طيارة، عربية، أو حتى شيء كان المتوفي بيحبه في حياته. الفكرة مش بس تكريم للميت، بل هي نوع من التعبير عن الحياة والشخصية بتاعت الشخص المتوفي. في جانا بيشوفوا إن ده احتفال بالحياة بالطريقة اللي كان عايش بيها الشخص، مش مجرد مراسم دفن. فكرة إن التابوت يكون مميز زي كده هي حاجة بتعكس ثقافة غنية جدا، وفكرة عن الحياة والموت مختلفة تماما عما نعرفه. وها نحن وصلنا لنهاية الفيديو. بعد ما استعرضنا أغرب 4 طقوس في العالم اللي يعتبروا مش بس غريبين، لكن بيحملوا وراءهم معاني ثقافية ودينية عميقة، دلوقتي عايز أعرف رأيكم إيه أكتر طقس حسيتوه غريب جدا، أو لو في طقوس تانية سمعتوا عنها وعايزين تشاركوها معانا ياريت تكتبوها في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجاية. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.